أعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس حسني مبارك قبل استقالة وزير النقل محمد منصور الذي تقدم بها وأعرب فيها عن تحمله مسؤولية حادث تصادم القطارين في العياط الذي أوقع السبت الماضي 18 قتيلا و36 جريحا. وكان نواب في البرلمان المصري ومن بينهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي وجهوا انتقادات عنيفة لمنصور وحملوه مسؤولية الحادث خلال اجتماع للجنة النقل في مجلس الشعب نوقشت خلالها أسباب حادث القطار. وكان قطار من الدرجة الأولى مليء بالركاب اصطدم بقطار متوقف شبه خالي من الركاب على نفس السكة بعد ارتطام القطار الأول بجاموسة ما تسبب في الحادث. وللمزيد معنا من القاهرة مراسلتنا هناك رندا أبو العزم. رندا، يعني دائما هناك يقولون هذا السؤال القديم الحديث: أقيل أم استقال؟ وأيضا إذا كان هناك خلفيات أخرى غير حادث القطارين. نعم محمود، بالفعل كما تذكر أو كما ذكرت أقيل أم استقال. يعني الشكل الرسمي البادي هو تقديم الوزير لاستقالته، ولكن فيما يبدو أنه قد طلب منه الاستقالة، لأن ما ذكره وتصريحاته في اليومين الماضيين أي منذ نشوب الحادث يوم السبت الماضي حتى أمس عندما كان هناك استجواب في لجنة النقل بمجلس الشعب، قال أنه سيواصل عمله في الوزارة وهو مسؤول، ونفاجأ اليوم بتقديمه الاستقالة. ولكن كان هناك بعض المؤشرات منها هجوم الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وهو نائب في البرلمان أيضا، وعليه وتوجيه له بعض الانتقادات برغم من أنه عضو في الحزب الوطني، عضو بارز في الحزب الوطني. بالتالي هذا يعطي مؤشر على عدم رضاء الرئيس مبارك عن ما حدث، وعن أن وزير النقل الذي تولى منصبه عام 2005 في 3 ديسمبر في وزارة الدكتور أحمد نظيف كانت قد توالت عدد من الحوادث الكبيرة، منها حادث العبارة وحوادث قطارات أخرى، وقد طالب من الحكومة بتخصيص مبلغ كبير جدا أو من الميزانية مبلغ كبير جدا لتطوير هيئة السكك الحديدية، وبالفعل حصل على نحو 5 مليارات جنيه مصري، صرف منها 4 مليارات في تطوير النقل والجرار وشراء جرارات جديدة ومزلقانات، وأيضا تطوير كل السكك الحديدية. منذ 2005 وحتى الآن بتحدث هذه الحوادث بفعل خطأ بشري، بفعل إهمال. تم توجيه لوم سياسي أو تم الاعتراف بالأمس في لجنة النقل بمجلس الشعب أن هناك خطأ ومسؤولية سياسية على الوزير وعلى الحكومة المصرية، وبالتالي تقديم الاستقالة سواء إقالة أو استقالة فهذا يعني كان أمر بيطالب به عدد كبير جدا، ليس فقط من نواب المعارضة أو المستقلين، ولكن الرأي العام كان سائر إلى حد كبير. محمود، هناك أيضا يعني بعض المحللين الذين تحدثت إليهم، هناك مؤتمر قادم، مؤتمر السنوي للحزب الوطني يبدأ يوم الجمعة القادم لمدة 3 أيام، بيناقش فيه الحزب الوطني إنجازات وإنجازات حكومة وهي حكومة الحزب، وبالتالي كان هذا الحدث بيضع الحزب وبيضع الحكومة في يعني انتقادات كثيرة، امتصاص لغضب الرأي العام. هذا رأي بعض المحللين بتقديم الوزير لاستقالته. على أي حال الحادث الذي وقع بيتم تحقيقه فيه الآن، النيابة ما زالت تواصل تحقيقاتها، نيابة جنوب الجيزة. وهناك بالفعل اعتراف بخطأ بشري أو وجود خطأ بشري في هذا الحادث. من القاهرة مراسلتنا هناك رندا أبو العزم، شكرا جزيلا لك.